من اكتر الحلويات المعروفة في رمضان القطايف طبعا، سواء بقى هنعملها بالحشوات اللي هي غالية قوي او الحشوات اللي احنا متعودين عليها البسيطة الجميلة. هنعمله النهاردة بأبسط طريقة بأبسط المكونات وكله في الخلاط بس، ومش هياخد معاكي غير 5 دقايق بس عمايل. يلا بينا على طول نبدأ في المقادير. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وكومنت عشان تدعموني. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا، نحط فيه 2.5 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوباية من السميد، عليهم ذرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من السكر بتاعنا. وبعد كده هنزل عليه ب2.5 كوبايات مية او على حسب برضو نوع الدقيق، يعني زودي كوبايتين لقيت القوام تقيل زودي شوية كمان. المهم احنا عايزين لا القوام تقيل ولا خفيف، متوسط. هضربهم في الخلاط كويس قوي، وبعد كده ده القوام اللي طلع معايا. هجيب البولة بتاعتنا او اي حاجة واصفي الخليط فيه عشان ما يبقاش فيه اي كتل او كلاكيع، عشان وهو لما نحطه على النار ما يبوظش معانا العجين ويبقى فيه كتل كده فيه. هصفيه وبيتصفى معايا بكل سهولة بالمصفى بتاعتنا. عايزه اقولكم يا جماعه طريقه العجينه دي خطيره بجد، ريحه القطايف وطعمها بيبقى حلو قوي وسهل وسريع وناجحه مليون في المية. عايزه تقللي الكميه عايزه تزوديها براحتك خالص. عايزه اقولك ان الكميه دي 2.5 كوبايات دقيق عملوا معانا حوالي 40 واحده من القطايف، كلهم مقاس واحد ونفس الحجم. بأبسط طريقه بقى، لو انت مش عندك الازازه بتاعه القطايف او اي حاجه تعملي بيها القطايف اللي هي بنلاقيها على النت دي، هاتي اي ازازه عندك، اخرمي الغطا بتاعها من فوق بالشكل اللي قدامك دوت وحطي فيه الخليط. عايزه اقولك بيطلعها مظبوطه وناجحه. جيبي ازازه تغسليها كويس من جوه طبعا، وتجيبي الغطا تفتحيه من النص كده فتحه صغيره وتحطي فيه الخليط بتاعنا. حطيت كده فيه الخليط وقفلته، وتعالوا نعمله مع بعض. هنجيب الصينيه بتاعنا او اي حاجه تكون ما بتلزقش فيها، تكون جرانيت بقى تيفال اي حاجه، وتحطي فيه عجينه القطايف على حسب انت عايزه حجمها كبير صغير، على حسب حجمها. بتحطيها بقى وبتبقى معاكي على النار لمده 30 ثانيه او 40 ثانيه وتتعمل معاكي. عايزه اقولك بنلاقيها كده، بصي البياض بيختفي كده مع بعض ثانيه بثانيه، وهتلاقي وشها كله مليان ثقوب او فتحات بالشكل ده، تلاقيها لذيذه قوي، وظهرها بيبقى واخد اللون الذهبي الجميل. ده ظهرها. عايزه اقول لكم جميله يا جماعه وهشه ولذيذه. بس اهم خطوه عشان العجينه القطايف ما تنشفش معاكي، هاتي الطبق حطي فيه العجينه القطايف بتاعتك، واهم حاجه تغطيها باي حاجه، قماش، فوطه، غطا، اي حاجه، المهم تغطيها عشان خاطر ما تنشفش منك وتبقى معاكي على طول طريه. ممكن تشيلي منها شويه في الفريزر وهيطلع معاكي كانك لسه عاملاها بالظبط. ده كان حجمها، عملنا الحجم كله قد بعض، وبصوا شكلها ما شاء الله. وزي ما قلت لك عشان القطايف تطلع معاكي ناجحه ومظبوطه 100%، لازم تمشي على الخطوات اللي قلتها لك في الفيديو ده، وبرده تكملي معايا للاخر عشان الخطوات تبقى مظبوطه. بصوا لما نيجي نقفلها بتلاقيها ثبتت كده واتقفلت كويس قوي. اهم حاجه وانت بتقفليها تتك عليها كويس عشان ما تفتحش منك. تقدري تاكليها وهي يعني مستويه بالشكل اللي قدامك ده من غير ما نحمرها في الزيت. تحشيها باي حاجه بقى، الشوكليت، قشطه، كريم شانتي، اي حاجه، وتاكليها بالشكل ده. او تعملي الحشوه البسيطه اللي احنا عملناها، وهي شويه من جوز الهند وشويه من السوداني احنا قطعناه قطع صغيره، وبنحطها فيه وفي القطايف بالطريقه التقليديه بتاعتنا، يعني حشوه ما فيش ابسط منها، جوز هند وسوداني. عايزه تحطي اي اضافات تانية تقدري تحطي اي حشوه انت عايزاها. وبعد ما نحشيها نقفل كويس قوي بالشكل اللي قدامك ده، تضغطي عليه كويس عشان نتاكد ان هم اتقفلوا كويس وما تفتحش مننا في الزيت والخلطه تقع منها في الزيت ويحصل طرطشه كده وشكل مش حلو. عايزه كمان تقفليها وهي ساده وتاكليها بتبقى تحفه. هنحشي بقى كل الكميه بتاعتنا. بصوا بنقفلها ازاي. ولازم كمان تحطي الحشو على قد حجم القطايف بتاعتك، اللي ما تحطيش كتير عشان خاطر ما يفرقعش منك في الزيت ويفتح منك. لازم الحشو تبقى على قد حجم القطايفيه نفسها. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا او طاسه نحط فيها حبه من الزيت، واول ما يبداوا يسخنوا هننزل بالقطايف بتاعتنا. احنا عايزينها تاخد لون، يعني لا تستوي ولا اي حاجه، لا احنا هنحطها عشان تاخد لون بس. هنحط القطايف بتاعتي، وخدي بالك اوعي تسيبيها وتمشي عشان في لحظه بتلاقيها خدت لون. بنحطها كده، واول ما بتغير لون معانا ذهبي بنقلبها زي قدامك ده، وطلعيها ذهبي فاتح عشان انت لما تحطيها في الشربات لونها بيغمق شويه. بنحطها بقى في الشربات بتاعنا، شربات بارد، نحطها نقلبها تقليبتين ونطلعها من الشربات. الشربات بقى عشان نعمله بكل سهوله، هنجيب 1.5 كوباية من السكر، عليها 1 كوباية من الميه، هنحطها على النار
ونسيبها تغلي لمدة 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هنعصر عليها نص ليمونة، وبعد كده تغلي غلوة واحدة ونطفي عليها ونسيبها بقى تبرد تماما. هيطلع معاكي احلى شربات ومظبوط. مش عايزاه مسكر قوي برضو حطي كوبايه ونص من الميه. عايزه اقولك بقى، نرجع بقى لوصفتنا الخطيره. القطايف طعمها تحفه، قوامها خطير، شكلها حلو قوي زي الجاهز بالظبط واحلى. بصوا اللون بتاعها طالع خطير بجد يا جماعه. الطريقه دي جربوها وسهله، وبتعمل معاكم كميه في عزومه، في خروجه، في اي حاجه بتعمل معاكم كميه حلوه وخطيره بجد. كده خلصنا الفيديو، متنسيش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وكومنت عشان تتابعوني. نتقابل في وصفه جديده. باي باي.